هاتشيو. ألف لا بأس عليك، تلاقيك خدت برد في صواميلك ولا حاجة. على الحالة الأولى، تعرف يا دكتورة لو كنت عرضت عليا إنك ترجعني دلوقتي ولا لا كنت قلت لك لا. عايزة أفهم الحالة الأولى قبل فوات الأوان. عايز تفهمها ايه؟ انا عايزة أفهمها إزاي تختار صحابها، وإن في ماما وبابا وإخواتنا قبل من صحابنا، وإن صحابنا دول مش كل حاجة، وزي ما الحالة التالتة قالت في ناس أسوية نفسيا وكويسين وناس للأسف مش كويسين. حاضر يا قلم، وانا هرجعك عشان تفهمها. لا خلاص ما تقلقوش، مش هزود، احنا اتعودنا بقى. هيا بينا ننجز الحالة الأولى. رحلة البحث عن أول حالة. بقولك يا نسا معلش، ما شفتيش واحدة لابسة بلوزة حمرا كده؟ ما تمشيش معاك بلوزه بيضه؟ يا رب صبرني. مهره، لما دكتور حسن يجي بلغيني نص ساعه وهنبدا العمليه. انا ما بحبش التهريج ده. أخيرا لقيتك. ودي بقى أسألها، فين صاحبتك اللي انتي بتغيري منها، ولا فين صاحبتك اللي انتي بتغيري منها؟ بعد إذنك يا دكتورة، كان في واحدة صاحبتي كده بتعالجني معاكي، أنا عايزها، مديالي علاج غلط ومش لاقيه يعني وبتاع، هي فين؟ انت عايزها ليه؟ انت خاطبها ولا ايه؟ بقولك مريض عندها، تقولي لي خطيبها، هي فين؟ طيب الحمد لله انك مش خاطبها. اقصد هتلاقي في اوضه العمليات، وبسرعه يا استاذ. ها؟ ايه ده بعد اذنك يا استاذ، ما ينفعش تدخل هنا، دي اوضه عمليات. بقى كده دي طريقة ترحيب ترحبيها بيا؟ معلش أنا آسف، بس عندي موضوع مهم لازم أقولهولك يعني بصراحة. اتفضل وبسرعه لو سمحت. فاكرة أنا اللي كنت عرضت عليكي جهاز كشف حقيقة الناس وقلتيلي لأ، صاحبتي دي حبيبتي وي. أنا دلوقتي عايزة أكشفها لك، اسمعيني. ايوه، وهي فعلا كده اختي وحبيبتي. اسمعك ليه بقى؟ انت عايز ايه؟ هتكشفها لي ازاي؟ آخ، اسمعيني، انتي كده مصممة على رأيك ومهما اتكلمت انتي مش هتقتنعي. جربي، مش هتخسري حاجة. ناولني الجهاز، خلينا اشوف اخرة الزن بتاعك ده ايه. بقولك يا منولة، هو انتي بتحبيني؟ احبك؟ ده انا بحبك قوي. استني عليا لما اخليكي تحطي للمريض جرعة بنج زيادة وانتوا الاتنين تروحوا فيها. ايه؟ انتي قلتي ايه؟ ايه اللي انا سمعته دلوقتي ده؟ بقولك ان انا بحبك قوي يا حبيبتي. كاذبة، منافقة، مخادعة. طب بقولك يا منال، هو انا المفروض جرعة البنج بديها للمريض قد ايه؟ هو وزنه 60، طوله 160، عنده 18 سنة، يبقى 500 ملي. حلوة قوي. ازاي 500؟ يعني المفروض 120 ملي كويسين قوي. دايما كده اشطر مني في كل حاجة. ماشي، انا هوريكي. هو ايه اللي انا بسمعه ده؟ امري الى الله، مضطرة اتعامل مع دكتور انا ما بطيقهاش. ازيك يا ساري، عاملة ايه؟ جاهزة لعمليات النهاردة؟ هو انتي بتكلميني كده ليه؟ وملكيش دعوة جاهزة او مش جاهزة، انا عايزة اسألك سؤال وخلاص. انا ما اقصدش، انا بس كنت بطمن عليكي. ايوه اتفضلي. انا معرفش هي ليه دايما بتعملني كده، مع اني بحبها والله، ونفسي اقول لها ان منال دي عدوتها مش حبيبتها، وانها ما بتحبهاش وبتخدعها. بس يلا ان شاء الله ربنا ينور لها بصيرتها قريب. ايه؟ بسمة، انتي قلتي ايه دلوقتي؟ ما قلتش حاجة، قلتلك اتفضلي على السؤال اللي انتي عايزة تسأليني عليه. هو لو حد وزنه 60 وطوله 165 وعنده 18 سنة، مش الجرعة بتاعت التخدير 120 150 بالكتير؟ ايه يا دكتورة، ده انا المفروض اسألك، مش انتي دكتورة تخدير برضو؟ وانا اسمع كده مظبوط. يعني مش 500 صح؟ يا نهار ابيض، 500 مللي كتير قوي، ده ممكن يحصل للمريض هبوط حاد ويموت منك. هو مين اللي قالك على المعلومة دي؟ منال. بصي بقى يا سالي، عشان الموضوع كده زاد عن حده، لو غيرة منال هتبدأ تحرجها وتأذي الناس، لا كده معلش. وكلنا ملاحظين ان انتي من ساعة ما دخلتي المستشفى وهي عمالة تصاحبك وتتقرب منك، وانتي عمالة تصاحبيها ومتأكدة ان هي شخصية كويسة، لكن هي مش شخصية كويسة، دي عايزة تموت المرضى. الله يسامحك، خليتي لساني يتكعبل في بعض. انا مش عارفة اعمل ايه، وفعلا من ساعة ما دخلت المستشفى وهي من اوائل الناس اللي كانت بتحاول تصاحبني وتتقرب مني. انا هقولك ليه، عشان انتي شاطرة يا سالي، اي مستشفى كنت بتدخليها كان بيتقال عليكي سالي اشطر دكتورة تخدير. عايزة منال تشوف كل ده وتسكت؟ لا طبعا، لازم تهدك وتقضي عليكي وتخلص حياتك كلها. بتقولك 500 مللي جرام لحالة تخدير،
انت دكتورة تخدير محترمة بقى، الكلام ده ينفع؟ اهي لغت ثقتك في نفسك يا ستي، اتفضلي. انا فعلا لازم اشوف صاحبة تانية غير منال. لا منال ولا غيرها، هتقولي لي صاحبة تانية غير منال؟ انت فاكرة يا سالي اول ما دخلتي انت كنتي ثقتك في نفسك عاملة ازاي؟ كان كل الاستاف بيحترمك ويثق فيكي، دلوقتي للاسف فوقي نفسك يا سالي. وبعدين أي سالي زعلت، بس يلا تزعل يوم أحسن ما تتخدع 100 يوم. جالي فكرة، أنا هروح أصالحها بدل ما تزعل يوم أخليها تزعل نص ساعة بس. دك 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 من بالباب. يا سالي ما تحسسنيش بالذنب إن أنا اللي عملت كل ده، وبيني وبينك كده أحسن بكتير. ياه تخيلي منال هتخرج من حياتك، ده أنا عملت إنجاز. انا كنت فاكراها بتحبني بس طلعت تكرهني اوي. طب وليه ما نقولش إن منال خدت الشر وراحت، وإن في ناس كتير كانوا بيحبونا بس إحنا اللي كنا عاملين نفسنا مش شايفينهم وبنعاملهم بطريقة وحشة؟ ها شفتي عملتي بسمة إزاي؟ ايوه صح، انا هصاحب بسمة. يا شيخة بقى، هو انت لازم تكوني مصاحبة اي حد وخلاص؟ يا بسمة يا منال يا قال ده، هو انت ما ينفعش تصاحبي نفسك؟ ما ينفعش تصاحبي ماما وبابا؟ كل دول ناخدهم زمايل عادي لكن مش صحاب. ما بحبش اكون لوحدي، بحس بملل قوي. بقولك ايه، اقولك كلام من بتوع العمليات والعلم وكده، ولا نصيحة مني وتحطيها حلقة في ودنك؟ نصيحة منك وحطها حلقة في ودني. ما تسمعيش للي بيكرهك ولا تمشي ورا حد بيجرحك، ده اللي بيكره مش هينصح، ده بس مستني يفضحك. حاضر هعمل كده. وايه كمان؟ هو انت لما كنتي مصاحبة منال قلبك واحساسك كانوا بيقعدوا يقولولك لا ابعدي عنها، دي مش كويسة، دي ما بتحبكيش؟ بصراحة زايد ان خطيبي كان بيقعد يقولي لا دي ما بتحبكيش وبتتمنى لك الشر. يبقى خلاص امشي ورا قلبك لو ناداكي، وشوفي من دايم وقف معاكي. اللي بيحبك ما يفرحش فيكي ولا يشمت لو وقعتي في نص الطريق، ده يشيلك لو رجلك غرزت في الطين ويقومك قبل ما تغرق. كملي انت بقى. انا بشكرك بالرغم من اني معرفش اسمك ايه، بس برضو بشكرك انك لحقتني قبل ما نال تهد حياتي. شكرا ليك من كل قلبي. والله يعني لا شكر على واجب، دي اقل خدمة اقدر اقدمها لك. واهم حاجة تكوني فاهمة ان صحابك مش هما سر حياتك، في حاجات تانية ليها اولوية. بنشكرك يا ألم على خدمتك العظيمة لينا. لا شكر على واجب يا 7-8 باين. بس انا هتحولوني امتى بقى؟ هتشيو. مستر رامي طلب مني إني أحولك دلوقتي. بنتمنى لك كل الخير في حياتك الجاية. الف لا بأس عليك، تلاقيك خدت برد في صواميلك ولا حاجة. هو انا ممكن اوصل معاك رسالة يا دكتور رامي؟ أيوة طبعا، اتفضل. عايزة اقول له ان الجهاز اللي هو اخترعه ده جهاز جميل قوي، لكن ياخد باله ان صوابعنا مش زي بعض. ممكن ناس تحب الجهاز وتشتريه وناس تانية ما تحبوش. ممكن ناس تانية تحب انها تكشف الحقيقة وناس تانية ما تحبش ان هي تكشف الحقيقة. يعني مثلا لو حد اكتشف اللي انا قلم هيعمل ايه؟ هيسرق مننا يا عم اس 1 2 3 صح؟ يلا فتك بعافية، مع السلامة. بس يا ترى القلم اللي مجننا ده هيروح على فين؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية. في أين قلمي هنا العنوان. استنونا يوم الجمعة مع الحلقة 22. شفتوا الأيام بتجري بسرعة ازاي؟